ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعلمكم ازاي تعمل جي اف اكس على الموبايل. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب وتعملوش سكيب عشان كل حاجه تبقى مهمه. ويلا خليكم مع الفيديو. طبعا يا شباب، اول حاجتين هنحتاجهم معانا هو تطبيق الديسكورد والتطبيق ده اللي هسيبه لكم مهكر في الفيديو. يعني اول حاجه ندخل تطبيق الديسكورد. طبعا شباب، يعني هتعملوا حساب بقى وحوار كبير. يعني لو عايزين ازاي تعملوا حساب تقولوا لي تحت في التعليقات، او او ممكن تشوفوه على فيديو، او ممكن اصلا تتابع معاكم لحظه بلحظه. يعني هسيب يعني في اي تطبيق تاني يعني او اليوتيوب. تمام. وبعد كده تدخلوا سيرفري ده اللي هو ده اللي هو نفس الايقونه بتاعه التصوير. طبعا سيرفري سيبه لكم تحت في الوصف، ويعني تدخلوا عليه وكده هيقول لكم do you want to invite server، ادخلوا يعني. عامة اول حاجة انتوا شايفين ده السيرفر بتاعي. هنا في العام، هنا ده الشات. يعني عامة يعني لو عايزين تتكلموا تقيموا جي في اكس وكده يعني. وهنا تتكلموا معايا الناس يعني تدخل سيرفري وكده. اتمنى تدخل سيرفري لان ده اهم حاجة. هنا بقى يا شباب هتدخلوا هنا الجي في عند الجي في اكس. تمام. ادخلوا عند الجي في اكس دي، لون الجي في اكس. هنا هسيب لكم حاجات هنا، وبصوا دي حلوه صح. هنا هسيب لكم بقى حاجات تحملوها هتساعدكم في الجي في اكس اوي زي الايفون ده والملف الدرع. وازاي بيقول لكم برضو ازاي تجيبوا البتاع الزرقا دي والسهم ولسه يعني هحط لكم حاجات اكتر واكتر يعني، بس لما تدخلوا السيرفر وتقولوا لي يعني في الشات. تمام. وهنا الاوامر بقى تدخلوا. يعني هنا برضو الاوامر تطلبوا اوامر من البروبوت وكده يعني. اول حاجه يا شباب هتدخلوا على الجي في اكس. بعد كده نكتب في الشات هنا، نكتب امر، نكتب سلاش. ماشي. بعد كده نكتب يوزر. ايوه، اول الامر ده يا شباب تكتبوه. وبعد كده نكتبوا اسم حسابكم. انا كتبت طبعا اسم حسابي يعني، مش النيك نيم، لا اسم حسابكم يعني في بلوكس. وبعد كده تستنوا الامر يتبعت. وبعد كده بعد ما الامر يتبعت هو شباب هتروحوا تضغطين على العلامة دي دي ثانية. بص هعمل لكم على سهم اهي. دي طبعا استنوا يحمل طبعا يعني، بس انا اوريدي عشان محمل فانا ايه هطلع. بعد كده طبعا يعني يا شباب، يعني هنا في يعني هبعت لكم هنا حاجات برضو لسه اكتر زي هنا كده وخدوا اي بتاع ده ونزلوه زي ما قلت لكم، زي ما انتوا عملتوا يعني في البتاع ده. وخليكم معايا في الشرح بتاع التطبيق التاني عشان اقول لكم اللي هتحتاجوه. هنا زي ما شايفين معانا الكرة دي، هقول لكم ازاي تمسحوها. اول حاجة تمسحوها من هنا، يعني تدوسوا هنا وبعد كده تدوسوا كلمة ديليت. اوكي، اللي هي دي ثانية اوريها لكم. هتدوسوا هنا اول حاجة، وبعد كده تدوسوا الكلمة دي. بعد كده تدوسوا على كلمة الملف دي ثانية. الملف دي استنى ثانية اهي دي. بعد كده تنزلوا تحت شويتين لحد ما تلاقوا كلمة import. اللي مش لاقيها فهي اهي، هقول لكم عليها ثانية اهي. بعد كده تدوسوا عليها هيظهر لكم بقى الملفات اللي انتوا حملتوها ومش عارف ايه. هتروحوا على الملف اللي انتوا حملتوه اللي هو شخصية. مثلا ده الموديل اهو معايا زي ما شايفين. بعد كده عشان تحركوا هتدوسوا، عشان تحرك بقى الشخصية وكده هتدوسوا على البتاع الخضرا دي ثانية دي وتحركوها زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هحركها اهي بصوا اهي كده. استنوا احركها دلوقتي. متقلقوش يعني التطبيقين فيهم مفيش اي مشاكل. لو عندكم مشاكل بقى طبعا يعني ما عنديش الحمد لله طبعا يعني. بعد كده اول حاجة
شايفين الشريط ده؟ لا لا ثانية، اول حاجة هتدوسوا هنا دي ثواني، دي كده، وبعد كده تنزلوا تحت شويتين وهتشوفوا السهم ده تخلوه كده اهو، ماشي، ثواني كده اهو، وبعد كده ننزل تحت شويتين هنلاقي طبعا دي، طبعا اول واحدة هنفعلها اللي هي دي ثانية، دي هنفعلها نخليها اون، وبعد كده ننزل تحت خالص، وبعد كده هنلاقي دي ندوس عليها، طبعا دي هتبقى مختلفة يعني على حسب السكن، وبعد كده هندوس كلمة نان اللي هي دي دوس عليها، وبعد كده زي ما انتم شايفين السكن بقى عندنا زي الفل، بس اظن في الجي في اكس دلوقتي استنى، وبعد كده هنيجي نروح عند كلمة سيلكت، ماشي، دوسوا عليها. صح يا شباب، نسيت حاجة، حابب اقول لكم حاجة، الشجرات اللي بقول لكم عليها حطوا مهمة، هقول لكم ازاي تركبوها في الجي في اكس وكده. اول حاجة هتدوسوا على علامة الشمس اللي هي دي، ثانية علامة الشمس اللي هي دي، دوسوا عليها، وبعد كده يعني هتدوسوا على العلامة دي، على الصورة دي، وبعد كده هتدوسوا import، ثواني، بعد كده هتدوسوا import دي، وطبعا دي الشجرات اللي قصدي عليها هتدوسوا عليها طبعا، وهتحطوا الشجرات اللي انا بعتها لكم في سيرفر ديسكورد، وهتحطوا الشجرات الصور اللي زي دي كده اللي بعتها لكم في الديسكورد، وبس كده، يلا بقى سلام. وبعد كده هنحدد الشخصية كلها، ماشي، وبعد كده عشان تحركوها بعد كده هنحركها باستعمال ده زي الشباب اللي ندوس عليها، وبعد كده زي ما شايفين الثلاث نقط اللي هنا دي، ثانية، الثلاث نقط دي تدوسوا عليها، وبعد كده هتدوسوا سبريتا حسب، انا مش عارفه انا قلتها صح ولا غلط، ما علينا، دوسوا عليها. بعد كده لو انتوا شايفين لو انتوا لسه دايسين العلامه بتاعت جينزو، طبعا لو انتوا لسه شايفين العلامه بتاعت جينزو ما دوسوا سيلكت عشان تعرفوا تحركوا الشخصيه. طبعا اول حاجه هحركها هي الراس، ماشي، بعد كده بعد ما دوستوا سيلكت على الراس هتدوسوا جينزو دي وتحركوها طبعا يعني، وهتبدأوا تكرروا نفس العملية، وتدوسوا سيلكت تاني، ماشي، دي سيلكت تاني، وبعد كده تبدأوا تعملوا العملية على كل حاجة يعني، لحد يعني شايفين البتاع لازم لو عايزين تخلوها على البتاع دي خلوها كده اهو، ثانية كده اهو، متخلوهاش تيجي على الرجل، ثواني كده اهو، بس كده. طبعا هحرك الشخصية يعني، طبعا هحرك يعني كده، التحريك ده يعني جديد عليا بس انا بعمله يعني عامة، استنى كده، طبعا تحريك جديد يعني مني. وبعد كده بعد ما تخلصوا التحريك بتاعكم عامة هتدوسوا طبعا يعني عشان دي ترجعوا قدام زي ما انا بعمل، شايفين الكرة دي، ثانية، عشان تعملوا زي كده بالظبط تعرفوا تحددوا، هتدوسوا على الكرة دي وبالشكل كده، بعد كده تدوسوا جيمزو، يعني عشان تدخلوا الايد جوه دوسوا جيمزو، ثواني
عشان انا عامل بتاع دي فايه فكده يعني زي ما انا كنت عامل كده اعملوا زيي ادخلوها جوه عشان الايد بتبقى شكلها وحش يعني كده. طيب بعد ما خلصنا التحريك هنعمل ايه؟ هندوس على كلمة سيلكت ثواني تاني سيلكت تاني ثواني دي كده دوس عليها وهنحدد الشخصية كلها حرفيا ما نسيبش ولا نقطة عشان ممكن ما تجيش في جي في اكس. تمام. بعد كده هندوس دي ثواني هندوس دي كده ثانية هندوس دي وبعد كده نيجي نشيل دي الصفرة ثواني هنشيل الصفرة دي هنخليها طبعا كده وبعد كده نخليها بنت اول زي ما انتم شايفين الجي في اكس دلوقتي بقت حلوة يعني. طبعا انتوا تقدروا تعديها على حسب اللي انتوا عايزين. طبعا السكين يعني مش بيقبل عليها شويتين فانا هخليها كده كده حلو بالنسبة لها شكل حلو تديني شكل حلو. طبعا يعني دلوقتي انتوا لو عايزين تحطوا السهم او اي حاجة هتدوسوا على دي تاني بعد كده تحطوا اي حاجة انتوا عاوزينها. انا مثلا فليكن يعني انا عايز احط مثلا نبتدي الدرع طبعا ليه شرح برضك يعني. الدرع عشان تشيلوا البتاع اللي عنده ثانية اول حاجة الدرع هنشيله هنكبره اول حاجة طبعا هنا هنكبره. طبعا انتوا عايزين لو عايزين الدرع الذهبي عايزينه لو عايزين الدرع الفضي طبعا هنعلم على الدرع هتدوسوا سيلكت وهتدوسوا سيلكت هنا دي وبعد كده تدوسوا على الدرع الذهبي وبعد كده تدوسوا هنا وبعد كده تدوسوا ديليت وبعد كده شباب هتدوسوا سيلكت تاني او هي ما تدوسوا اصلا هتدوسوا على الدرع وبعد كده تدوسوا دي لا مش دي ثانية هتدوسوا دي وبعد كده هتدوسوا تخلوها دي بعد كده تخلوها سموث شيدنج دي خلوها سموث شيدنج بعد كده ريفليكشن تخلوها على الاخر. انا مش عارف الضلع مش عارف ماله يعني بس مشته. هنشيل البتاع الصفراء اللي عليه ونخليه مقبول ماشي. مثل دلوقتي انا عملت مش عارف ماله. بعد كده ندوس على الشخصية ندوس اللي بتاع الشخصية وندوسه جيمزو اللي هي طبعا من تحت الشخصية زي ما انتم شايفين الشخصية او البتاع ده راح منها يعني. بصوا كده بعد كده نكبر الشخصية نكبرها كده وماشي كده مثلا يعني. نكبرها وبعد كده نخلي ندوس دي على دي طبعا يعني بعد كده ندوس دي بعد كده ندوس على الدرع نعمل سيلكت على الدرع. طبعا دي تحريك يعني عامة التحريك هيبقى صعب شويتين بس هيبقى سهل صعب عبيط جدا يعني في الاخر يعني صعب عبيط جدا ماشي. بعد كده تدخلوا تعملوا زوم شويتين عشان تعرفوا تدخلوا جوه. طبعا هنا بعد كده بصوا كده 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 ثانية طيب زي ما انتم شايفين ثانية يا ربي ثواني خليها كده. وطبعا شباب كده الجي في اكس يعني حرفيا جاهزة فاضل بس نحط لها اللمعة الأخيرة أو الجزء الأخير اللي أنا بحبه جدا في جي في اكس. نحط كده طبعا نخليها بنت اول تاني. طبعا اللحظة المنتظرة للجي في اكس واللي هي طبعا دلوقتي احنا خلصنا التحريك وكل حاجة الحمد لله. دي بقى حاجات أخيرة بتخليها تبقى واو. أول حاجة هندوس هنا دي وهنخليها دي على الآخر جدا
يعني بصوا هقولكم. طبعا يعني دي هتبقى على كده، احنا نخليها كده. وطبعا يا شباب يعني دي هتبقى عندكم 60 65، دي هتخلوها 100 عامة. وبعد كده هتيجي تروحوا على كلمة اسمها بوست بروسيس اللي هي دي. وبعد كده طبعا هتدوسوا عليها، وبعد كده هتيجي تدوسوا على تدوسوا على دي، تمام. وبعد كده يا شباب هتدوسوا على كلمة ستاندرد اللي هي دي. ماشي، دوس عليها، دي هتخليكوا جي في اكس. وبعد كده دوس علامة الاكس اللي هنا، دوس علامة الاكس. طبعا هتدوسوا عليه دي، تمام. بصوا كده الجي في اكس معانا، وهنستنى العداد اللي تحت ده يخلص، اللي هو ده. ثانية، العداد اللي تحت ده، ثانية، ده مش عارفة، اتمنى يكون باين عندكم يعني. ونقدر نقول لما العداد يخلص طبعا. ثانية، تستنوا كام ثانية. طبعا هعمل سكيب للمونتاج. طبعا يعني خلاص احنا خلصنا. فاضل بقى حاجة اخيرة، واللي هي نحفظ الصورة. هتدوسوا هنا دي، وبعد كده تنزلوا تحت شوية، تحت خالص، لا تحت خالص جدا. طبعا هنا بقى انتوا عايزين تحطوها على كام بقى، وتدوسوا بعد كده اكسبورت بي ان جي. بعد كده تستنوا برضو التايمر ده يخلص عشان تتحفظ عندكم بالشكل انتوا شايفينه. يعني اللي مش عندهم كاب كت مش عندهم بتاع ده مهكر، فانتوا معلش تصوير وقف يعني. بس يلا ماشي نكمل. بعد كده هتدوسوا كلمة حفظ وبس. يعني تعتبر ان جي في اكس خلاص خلصت يعني، وعندكم الصورة هي محفوظة. ولو عايزين اي شرح تاني اكتبولي تحت في التعليقات. ويلا عايزين حاجة، ويلا خليكم مع النهاية. يلا باي.